3 انواع الاستثمار العقاري ممكن تختار بينهم، خصوصا لو انت مغترب ومحتار تعمل ايه. واخر نوع هيفيدك قوي لو انت عاوز تنوع استثماراتك. اول نوع العقارات الاداريه او التجاريه زي المحلات او المكاتب، او الطبيه زي انك تشتري عقار في مركز للعيادات، وكل ده بيجيب لك عائد كويس لو اجرته، ده بخلاف ان الاصل نفسه اللي هو العقار بيزيد مع الوقت. المهم انك لما تيجي تستثمر فيهم لازم تاخد بالك انهم يكونوا في مناطق متوفر ليها مواصلات، ويا سلام بقى لو في مناطق مركزيه لمدينه معينه وتكون المناطق دي زحمه شويه، يبقى هنا تقدر تتاكد من مكسبك المستمر، بس بالنسبه لسعرها ممكن يكون غالي شويه عن العقار السكني. تاني نوع انك تستثمر في العقارات السكنيه، يعني الشقق. بس اهم حاجه لما تيجي تختار الشقه، نصيحه مني، روح للمدن الجديده. يعني لو جينا للقاهره مثلا، فعندك مدن جديده في شرق القاهره زي المنطقه اللي ما بين التجمع لحد العاصمه الاداريه الجديده. لو رحنا غرب القاهره فانت عندك حدائق اكتوبر واكتوبر الجديده، زايد الجديده والتوسعات الشماليه. وابعد عن المناطق الساحليه اللي بتتاجر في المواسم فقط، لانها مش هتجيب لك دخل مستمر طول السنه. تالت نوع بقى، لو مش معاك السيوله انك تشتري عقار كامل او عاوز تنوع استثماراتك، انا بقول لك انك تقدر تستثمر في نظام الحصص العقاريه. وده نظام بيعمله المطورين وبيسمح لك انك تشتري حصه او اسهم معينه من عقار تجاري او اداري او حتى سكن، وهتجيب لك عائد دوري لما تاجره. والشركات اللي بتقدم خدمه الحصص العقاريه بتتولى مسؤوليه الايجار والتشغيل، وتقدر تتنازل عنها او تبيعها في اي وقت. قول لي في الكومنتس، حد سمع عن نظام الحصص العقاريه قبل كده؟